مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما مشاهدينا الكرام أن نلتقي وإياكم دائما على الخير والمحبة والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل معكم الحلقة 19 في برنامج مع اللغة العربية، ونكمل ما بدأناه من حديث مع ضيفنا العزيز الأستاذ صالح محمد مندر، متحدثا عن ذكرياته ومجاهداته في هذه اللغة وأهمية التمسك بها إن شاء الله. إن شاء الله تقضوا معنا وقتا سعيدا ومفيدا وممتعا بإذن الله إلى الحلقة الجديدة في برنامج مع اللغة العربية. لكن الواقع الآن واقع اللغة العربية في إريتريا مع المؤامرات الإثيوبية بفترتيها عهد هايل سلاس والدرب، ثم جاءت هذه الطغمة الحاكمة اليوم وكملت الباقي على نهج أولئك المستعمرين، وأصبحت اللغة العربية الآن يعني حالة يرثى لها يعني. فدايرين شيخ مندر، أنت زرت البلد بعد 91؟ لا أنا ما زرته، لأنه أنا كنت أعرف هذا المجرم من زمان فما زرته يعني. نعم، لكن عندك أخبار واقع اللغة وكيف تبدلت الأحوال؟ نعم أخي أحمد، أول حاجة الرجل هذا ليس اليوم، لم يبدأ اليوم، وهو في الثورة في الساحل بدأ يدرس التقنية. وبعدين الناس كل ما يقولوا لهم، أذكر أنا في منطقة من المناطق قالوا لهم لما عاوز يدرسوهم التقنية قالوا لهم درسونا لغة عربية، نحن لغة عربية عاوزين. قال للرجل يقول له تعرف لغة عربية تتكلم؟ قال له ما أعرف. خلاص قال له ليش؟ طيب التعليم ما أنت حاجة ما تعرفها يعلمك الواحد. فمن هذه الأشياء كان مجرد ما تقول لغة عربية أنت تعرف لغة عربية ولا وأخوك يعرف لغة عربية، خلاص ليش عاوز يقول له فنعلمكم التقرأ شوف أنت بالخزعبل. فمن زمان بدأ هو من السبعينيات البرنامج حقه خطاه كده. المشكلة اللي تتأسف ليه؟ أنا في واحدة من الحلقات أشرت إنه الشعوبيون، أيوة جزاك الله خير، العاشرة اللغة العربية وكذا، زي ما استمعت للحلقة في هذه القناة المباركة. أيوة نعم. فأنا قلت ده زعيم الشعوبيين في إريتريا، ومارس كل أشكال الكراهية للغة العربية ومثقفي اللغة العربية ومعلميها وطلابها وما إلى ذلك. المجتمع ما عنده مشكلة مع التقرية شيخنا. نعم ما عندنا مشكلة، سبحان الله. لكن أيوة أن تستخدم وتسيس المسائل ويتم مثلا تقرنة المجتمع ومحاربة هذه اللغة، وبرضو الضحك عليهم بالتعلم بلغة الأم بلين نعم. وتقرأيت وكده، مع أنه دي لغاتنا نحن نعتز بها وننتمي لها يعني، سواء كان تقرأ أو بلين أو ما إلى ذلك. فواحدة نعم. كانت من المؤامرات على اللغة العربية التعليم باللغة الأم. كذلك حدثنا عن الحتة دي باعتبارك أنت معلم، وأثر ذلك في طمس الهوية العربية الإسلامية مع الهوية الإفريقية برضو التقرينية الموجودة في إريتريا. والله حبيبي سبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي عنده أعطاه بصيرة واضحة. المسألة هو يحاول يعني يغش الشعب ويتآمر على، لكن الأمر ولا يحتاج كل هذا. تخيل أنت أنا يعلمني لغة التقري بعرفها أحسن منه. الجاي ده المدرس الجاي ده أنا بعرف التقري أحسن منه. تخيل ده البليناوي اللي يعلمه البلان هو نفسه صاحب المنطقة أبوه أحسن منه في اللغة وفي أغوارها. وده كده. ده يا بابا سبحان الله. مرة في اليمن كنا الجالية كانت عملت اجتماع، والاجتماع ده كان عاوزين يغيروا فيه ولا الإدارة. نعم. المهم حضرنا، تخيل من حضروا. حضرنا أنا وطلاب عندنا عفريين ما يعرفوا إلا العفري والعربي. كويس.
ما يعرفوا غيره. دي في مدارس اللاجئين ولا مدارس ايوه تعلموا في مجال اللاجئين، وبعدين في المدارس اليمنيه. المهم هم بيعرفوا العربي والعفري. كويس. وبعدين الله يرحمه تقريبا مات، قالوا لي محمد صالح ناود، كان صالح ناود اسمه، محمد صالح ناود كان معنا. نعم في رحمة الله في عليه. كان في السفاره. محمد سعيد ناود. محمد صالح اسمه، ولد شاب كده. وكان المهم من اولاد ناود. وكان واحد اسمه جابر. محمد صالح ناود عرفته، كان في السفارة اليمنية. ايوه لان حتى عفوا في السفارة الإيطالية في اليمن رحمة الله عليه. ايوه صديقنا العزيز محمد صالح ناود. ايوه. الله وبعدين يرحمه. انا اكتشفت انه رجل شجاع يعني. نعم رحمة الله ربنا عليه. يرحمه. المهم يا اخي، ونحن نتكلم وطبعا نناقش. فانا طبعا تكلمت باللغه العربيه. وهو جاكم بصفته شنو؟ ايوه، ما هو ما اسمه قنصل هو. قنصل، لكن المدرسة اللي جاكم فيها مش مدرسة لا مش يمنية؟ مدرسة جاء، ما اسمه شنو ده كان الجالية؟ عندنا الجالية الإريترية، كنا عاوزين الجالية الإريترية. كويس. ايوه عاوزنا ننتخب. فحصل انا أنت تحدثت باللغة العربية. انا تحدثت باللغة العربية. فإذا بي واحد يمني بس مولد أمه حبشية. ما أدري إثيوبيا هي ولا إريتريا، كان موجود في المكان. وحسب ما سمعنا أنه يعني مسيطر على المكان، وكلها ماليها بتقرية وكذا. نحن ما كنا نمشيها ذات يعني، لأنها مشبوهة كانت. المهم طوالي قام علي يا حبيبي وهو يتكلم يعني حرحاريت وهذيل ويتكلم تمام، لأن أنا تكلمت بس اللغة العربية. هو تكلم بشنو المرحوم؟ بالتقرية. محمد صالح ناود؟ لا ده الولد اليمني المولد. نعم. أمه حبشية. هل هو حبشي؟ بس هو يمني، قالوا مولد يمني. يتكلم بالتقرية تمام. وأنا طبعا الحمد لله بعرف التقرية كمان شوية. اسمع، قلت له اول انت قلت له والله الان سياس افوارق لو يلقاك يقول يقطع لك اذانك. قلت له لانك انت خربت عليه البرنامج حقه. قلت له هو قاعد لغه الام، قال وانتم الاثنين باي لغه تكلموا، قال لنا. قلت له وانت قاعد الان تثبت نحن الشكوك اللي عندنا، ليه قاعد تثبتها؟ قلت له لا طوالي. مرة واحدة قامت عليه، انت ذاتك ما اريد. قالت له ساكنة هناك في المنطقة قريب منه، انت ذاتك ما اريد، ايش جابك؟ قالت له هذا اريتري. قالت له يا اخوي يتكلم عربي تقريبا مخير، وانت ايش جابك؟ المهم قام محمد صالح وقال له لعلمك، قال له انت ما تتكلم عشان ترضي الجبهة الشعبية. قال له هذا برنامجنا. قال له ونحن عارفين. قال له نحن باللغات قلنا، وكل واحد يتكلم بلغته واللغة اللي يعجبه بها. يتكلم تقريبا عفري عربي. قال له ما عندك دخل. قال له ايش الكلام ده؟ من فين جبته انت؟ قال له فطوال الولد الحمد لله ربنا صرفه وطلع. هذا جزء يا استاذ من المؤامرة الكبرى. نعم. انا الان احكي لك الان الخطة كيف حصلت. طيب تفضل. الخطة بابا 9 اللغات، كل واحد لغته لما يعلموه وبجانبها 9 قوميات. نعم 9 قوميات، وبجانبه لازم يعلموك التقنية. شفت كيف؟ تقنية تعلموك معاها، بلين معاها تقنية، عفري معاها تقنية، عربي معاها تقنية. نحن حصل لنا في مصر لما كنا عملنا لجنة وقلنا ما اسمه مع بعض، كنا شغالين وكان معانا أولاد من أبناء التقنية. فأبناء التقنية في مصر عندهم سنين. مصر دي 200 مشيت لها شيخنا. أنا من 2004 إلى 2009 كنت هناك. 2013. أوكي، مش قبل ما تجي أستراليا. أي نعم. جميل. فسبحان الله كنا لما نجتمع، وخاصة أنا كان في معي واحد اللغة شوية الخفيفة نعرفها التقنية، بس الثقيل حقها كده ما نعرف كويس. فنقول ترجم الله. بعدين كنا زي 13، البقية
منهم من جديد، وخاصة كان في أولاد جديد جايين بس ما يتكلموا إلا التقرية. ويلا يومين ثلاثة نقول ترجم لنا وما في واحد يجيب خبرنا وكده وكده. المهم كلها تقرية نتكلم. اليوم ديك أنا عرفت ليش عمل سياس كده، لأنه اللغة العربية أو البلين أو التقري أو ما اسمه حتنتهي بنفسها، لأن لما في اجتماع كل الناس تعرف تقرية فحتتكلم بالتقرية، خلاص ما في داعي للغة العربية. شفت الاختصار شعوبية ده؟ خطيرة، شعوبية مركزة يعني. أيوة الاختصار ده هو علموا التقرية والعرب علموا التقرية والتقرية. بعدين لما تجتمع ده ابو البلين ما حيقدر يتكلم بالتقرية الا بالتقرية، وابو الساهو ما حيتكلم بس بالعربي الا بالتقرية، فالتقرية حتجمعهم، عارف انت؟ نعم. فده المخطط اللي عمله في الجيش. الجيش شفت قبل ما اول ما يوم ما تدخل في الجيش ممنوع تتكلم بلغتك، ممنوع. شايف في الجيش من 1971 مزبوط قام بالمسألة دي الجندي والله العظيم. يوم يا أستاذ أحمد في عرس جونا الأيام ما خلاص قربوا عندنا خلاص ما اسمع رقم 4 مكلاسي لو تعرفها، لما وصلوا مكلاسي ده في تحرير مدينة كرم. أيوة الأيام كان يستعدوا لتحريرها. كويس. وكنا في عرس وجونا 3 ولد. 3 ولد ده الناس الكبار لما شافوهم قالوا 3 جنود، 3 جندي. 3 جندي جونا. والناس في عرس وهم وقفوا هناك ونادوا الناس، وجاهم واحد وقال لنا احنا انت شو ندلل لنا 50 ندللنا. وانت عارف طبعا ناسنا الكبار ديل، ولا انا حتى نحن والله انا تكلمت في السودان ذات التقريه دي. والله ما كنا نقول عليها ما اسمه بتاع سوبيا كنا نقول ذات. ايوه طوالي يا حبيبي. فالرجل قال لي يا اخي انت مش ود فلان، انت قال لي انت تعرف، قال لي انت تعرف، قال له نحن ما واتكرمتوا تو ما عارف تقريبا من لكن انت المنطقه. فلان انتبه لي، مت فلان انتبه لي، يعني عندنا منطقه تقريبا عيق وموشن اقول لهم اظن منها هو. كويس. فالناس ما شاء الله تبارك الله بيعرفوا ابوك طوال بيعرفوك. صح. قال له انت ود فلان، انت قال لي ايوه. قال لي طيب انت تعرف؟ قال لي انا ما بعرف تقنيه. قال لي انت اذا عاوزين حاجتكم، اذا عاوزين تكلموا معانا بلغتنا. قال لي ما عاوزين ربنا يسديكم احنا حتى ينأمر بيلين. خلاص صبرت بيلين. والله عقدوا اجتماع يا استاذ احمد. المسألة مع الجماعة دي المسألة ما سهلة. ال3 عملوا اجتماع. كويس. هل نتكلم معاهم ولا نرجع حافل القدمين؟ يا سلام امام الناس. طيب المسؤول الكبير حقهم قال لهم بس بلوم اتأذن دليا بس كبال علي كون تحت يكون 1 2 أيوة. عاوزين كده كده كده. قالوا وقفلوا مع السلامة. تخيل انت المسألة ما سهلة يا بابا. وقال الدايرين اتكلموا بالتقري معاهم ولا بالعربي ولا بالتقرينيا؟ تقرينيا. اجتمعوا، يقول لك اجتمعوا هل نتكلم بالتقري. ذاك الواحد يعرف تقري لكن يدوه طلقة لو اتكلم بدون إذن. طوال يدوه طلقة. سبحان الله. فالمسألة هم اللغة مع الدين قارنين، مع أنه في كنائسهم الأقباط موجودين يا بابا. صحيح. حتى في الكنائس، في الأديرة، في الكنائس الإريترية تاريخيا هذه اللغة كانت اللغة العربية كانت موجودة إلى أن موجودة إلى الآن، لأنه القبطية تتبع هنا القبطية المصرية وموجودين والله. والدليل على ذلك شيخنا، الدليل على ذلك أنا التقيت مرة بالأنبا مكاريوس اللي هو منقريوس. الأنبا مكاريوس الآن هو في الخارج وعنده رسائل بيقدمها ورجل وطني يعني. أيوة. الأنبا مكاريوس أنا كنت بعمل معه لغة باللغة العربية، وهو من أبناء إريتريا من أسمرة. أخذ له دراسة شوية في مصر في العلوم المسيحية اللاهوتية.
اللاهوتية، فكان يتكلم بلغة عربية. أنا سألته قلت له اللغة العربية دي درست أخذتها من مصر؟ قال لي لا، أنا أخذتها من هنا، أيوة. بس عشان أدرس في تدريس اللاهوت اللاهوت. أكثر، فمشيت هناك مصر. ويتحدث لغة فصيحة، قواعد ونحو. الأنبا مكاريوس نتمنى له الصحة والعافية، هو نعم. موجود ودائما رجل هو وطني، نعم. بيقدم رسائل، ورجل متصالح، ورجل وطني و... فهؤلاء حبيبي مرضى، مم. يعني أضاعونا. تخيل الحقد اللي كان يعملوه. ايش عملنا الكوماندوس في عونة اللي عملوه، في أسبكديرة في المسجد دخلوهم وقتلوهم كوماندوس. مم. في أغردات، في في عين مدري على التكليس، في أغردات، في أفعبت، في كل حقد سبحان الله سبحان على الله. المسلمين بس. وحتى ما في شوية، ما في ما اسمه من تآمروا بقوا مع إثيوبيا. أنت عارف اللغة العربية حتى المسلمين سبحان الله لما شدوا على بعض ما كان باقي، هم بس قالوا ترضوا بالوحدة مع بالفيدرالية ولا بالوحدة مع إثيوبيا عشان نرضى باللغة العربية. تخيل تخيل. يعني حثالة خيارات نعم وندالة عجيبة. إلى طيب الآن أبعد الحدود. أه؟ الآن لما نقارن واقع اللغة العربية في إريتريا وواقع اللغة العربية في إثيوبيا، الفرق كبير. كبير جدا. شوف، تخيل اللغة العربية دي يعني كانت تصدر من إريتريا إلى إثيوبيا. نعم. ها شوف. ما في شك على أنه العروبة في إريتريا، على الرغم أنه منطقة الحبشة كلها، لكن والنجاشي عندما جاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن هناك ترجمان، يعني ما كان في مترجم. معناها الأحباش برضو كانوا يفهموا هذه اللغة العربية، مع كل المؤامرات التي تمت على اللغة في إريتريا من قبل الحكام الإثيوبيين. لكن شوف، الإثيوبيين تمسكوا باللغة زي ما الشعب تمسك. الآن في جامعات وفي مراكز وفي مدارس وفي ناس يعني، وفي إعلام ناطق بالعربي بس. تخيل، شوف يا شيخنا هذه ناس ديل اللغة. مرضى يا أستاذ، مرضى مرضى هم. بس أنا أظن والله أعلم مو هي اللغة العربية دي بس القشرة المتمسكين بها، لكن هم ما عاوزين المسلمين. هذا ما اسمه مولينيك قال كده. مولينيك قال كده لما جاء في أسمرة، قال لهم بس أديكم مهلة شهرين، قال لهم بس خلوا الأرض. والآن سياسة ما القايم بها ما إخلاء الأرض هو، لكن بطريقة مبطنة. منيليك قصدك يوهنس مثلا ولا أيوة جاء في أسمرة وقال لهم أديكم مهلة شهرين، قال لهم بعدين ربنا سلط عليهم من هنا الأتراك ومن هنا المهدي، وإلا قال لهم مهلين. وأنت في اليمن كانوا طلاب إريتريين معاكم وحبهم لهذه اللغة والحق يقال إنه الإريتريين اللي التحقنا مثلا والتحقوا بالمدارس السودانية كانوا مبرزين بالمناسبة فيه بالذات في اللغة. فحدثنا عن طلابك الإريتريين اللي كانوا في المدارس اليمنية وتفوقهم أكيد في بالذات في اللغة العربية. نعم أستاذي، والله كان الناس شاعرين بالفراغ الحاصل، وكان يعني طلبهم لتعليم اللغة العربية، وكانوا منهم مبرزين ما شاء الله تبارك الله كثير نعم، تفضل شيخنا. نعم، كان حبهم للغة العربية يعني حاجة لا توصف ما شاء الله تبارك الله. وحتى في مدرسة الخوخة كان مدرسة الحمد لله رب العالمين من تقريبا من عام 1000. الصوت شوية ارفع لنا صوتك شيخنا. أيوة حبيبي. كان أقول لك اللغة العربية نعم. كان مقبلين عليها ومحبينها. وكان عندنا مدرسة في الخوخة ما شاء الله إلى الآن موجودة، بس إلى الآن تقريبا الناس اللي يأتوا إليها أصبحوا قلة الآن.
أما في أيام ما كنت أنا هناك كان كثيرين. نعم. وبعدين من هناك لما يخلصوا كنا ندخلهم في المدارس اليمنية. نعم. والجامعات اليمنية، والحمد لله رب العالمين مشكورين. وأيضا هناك كان عندنا جامعات أخرى كنا ندخلهم فيها، والحمد لله جزء كبير منهم رجع إلى إريتريا. ولكن في إريتريا زي ما تعرف النظام نعم النظام، المجموعة دي شيطانية فعلا. النظام الشيطاني هذا الله أكبر عليه. طيب شيخنا، سؤال برضو منطقي كده، إنه اللغة العربية طيب محاربة من مجموعة حاكمة متسلطة، لكن ألا تفتكر إنه المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية، مسؤولية جماعية؟ نحن أيضا كشعب وكأسر علينا مسؤولية، بالذات الناس الموجودين في الخارج، لأنه الموجودين في الخارج منخرطين في لغات ثانية، فكونه نرمي الشماعة كلها على ملعب المجموعة الظالمة الحاكمة في أسمرة، المسألة دي برضو فيها شيء من عدم المنطق. يعني نحن هل قاعد نقوم بدورنا تجاه أسرنا وأبنائنا في تعلم هذه اللغة والدفع بتطويرها والارتباط بها كرباط وطني وديني في نفس الوقت؟ صدقت أخي أحمد شريف، جزاك الله خير. وأنا الآن اليوم في منبرك هذا حقول كلام. تفضل. أخي أحمد، المسألة جد خطيرة، وخاصة في هذه الأيام. كما قلت لك في السابق عندما بدأت الخلاوي والمدارس والمعاهد، الناس كانت تدفع بأبنائها. نعم. تخيل أنت، وكل كان يحب أن يسمع من ابنه يتحدث اللغة العربية. ما في شك. اليوم في، نسأل الله السلامة، في أبواق كده أنا غاية لا أخفيك سرا، أخاف منها. أنا الحمد لله رب العالمين تقريبا البيئة أقول الكذا أقول، حتى كان قناعتي على أولادي أنهم يتعلموا اللغة العربية ولا أشتت أذهانهم وأفكارهم. هكذا كنت أقول. نعم. لأنه عندما تتحدث باللغة هذه فقط ولا تعرف غيرها حتجبر الذي يتحدث معك. لكن أنت عندما عندك بديل تتحدث معه بالبديل، زي ما قلنا الآن العربي والتقنية. عارف أنت، وجاء واحد قال لك نتكلم بالتقنية، أنا يعني ما اسمع. عاوز أديك يا أستاذ أحمد من الآخر. تفضل. كنا في اجتماع في القاهرة، وأنا كنت في اللجنة، وبعدين كده واحد دعانا قال يا جماعة عاوز أجتمع معاكم، وكانت لأمر التفاكر في موضوع اللاجئين. كان عندنا ناس مساجين وكده، وكنا الحمد لله رب العالمين نحاول نطلع ده ونطلع ده وهكذا. أيوة. وجانا واحد كان معانا، كنا عاملين النائب الرئيس حقنا، ونحن كلنا ما كنا موجودين، والرجل يتكلم، والرجل طليق يتحدث اللغة العربية واللغة التقرية. جميل. فجاء هذا الذي عايش في مصر ويتحدث وكذا، وجاء وجلس، والرجل كان ينورنا بالعربي. 3 مرات قاطعه. قال له بالتقرية تزارب، قال له. فقال له اسمع، قال له انا تقرية فلطائي، قال له حجي بتاع عربك ودي يد امك من لسايا بالتقرية حنت كي ترفت كلا قبل الكائن. بالعربي شيخنا. قال له يا اخي انا حاتكلم باللغة العربية، وبعد ذلك حأترجم لك هذا الكلام الذي أقوله ولا إيش ولا أنقص منه شيء، ولا أنقص منه شيء. قال له. أيوة. سكت دقيقتين، قال له اتكلم بالتقنية. تخيل أنت الفرق بيننا وبينهم. شوف أنت
في الثالثة تكلم بالتقنية، قال له وقام ومشى طوالي مشى. هذا الرجل عايش في مصر، يأكل ويشرب ويركب الباصات ويمشي المكاتب ويتكلم باللغة العربية. ويفرض فهذا انه لازم الناس تتكلم بالتقرينية فهذا هو لا يعرف. نحن 5 مننا يمكن ضعفاء كلنا في اللغة التقنية، ضعفاء، لكنهم هم لا. هذا هو، بس أقول لك. طيب يعني نرجع الآن للأسر. أنا أيوة. أنا أقول لك نعم. أملأ الفورم باللغة العربية. نعم تفضل. سمعتني؟ أيوة سامعك. قالوا أنت إريتري؟ أيوة. قلت لا. قالوا لي أملأ الفورم بالإنجليزي. ليش؟ قلت لهم بس كده أملأ بالإنجليزي. فسبحان الله صيحت عليهم، قلت لهم أنتم عارفين اللغة العربية نحن سفكنا فيها الدماء. قلت لهم أنتم بحلاوتها كده قاعد تتكلموا بها وتكتبوها، نحن سفكنا فيها الدماء. قلت لهم من الذي يمنعني أن أملأ الفورم بالعربي؟ قلت لهم ده في مصر. وصيحت حتى سمع المدير، واسمه اتذكره مثل اليوم الشافعي اسمه ايش الحاصل؟ قال نادوه، قال في مصر. في مصر شيخنا. في مصر. جيتوا وجلست، وبعدين كان عنده كم نفر كملهم. بعدين قال لي ايش الحاصل يا بيه؟ ولا قلت له جنابه، قلت له لا انا كده كده انسان اكتب اللغة العربية واتكلمها وانطقها وعشت لها. الان يقولون لي املأ الفورم بالانجليزي. لو انا ما قلت لهم ما اعرف عربي كان كويس، لكنهم يجبرونني انني اكتب بالانجليزي. من هذا؟ قلت له البدي ناداه، والله ما خلى فيها حاجه. انتم قاعد تعملوا من تحتنا ولا ايه؟ قال جمهورية مصر العربية. ايوه. انتم قاعد تعملوا من تحتنا ولا ايه؟ قال التعميم من وين جاك؟ قال جيبيه. قال جيب التعميم. قال انا مدير في المنطقه دي. قال من قال لك؟ انا قلت لك. ويلا البت تبكي 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 مع السلامه. المهم اليوم ديك ملأت فورم حقي باللغه العربيه. والإقامة الثانية أم الأولاد قالت لي الله يجزيك الخير ما تمشي اليوم الناس ديل. والمهم فإذا شوف أنت حتى وصلوا هناك. وصلوا حتى في المناطق العربية نحن لغتنا ما لغة عربية قالوا لهم. طيب نحن كأسر وأفراد. أيوة. بلاد المهجر دورنا المهجر يا حبيبي حديث ذو شجون. فأنا كما قلت لك أولادي هذين نذرت كذا بس، وكنت أعلمهم اللغة العربية. ما شاء الله. ما حصل سمعوا مني التقرة دي. والناس تقول قلت لهم يا جماعة الخير أنا هذا قولا واحدا قلت لهم، لأنه الإنسان ما يتوزع، هم يتعلموا بعدين مخيرين، لكن خلي يجيدوا اللغة العربية. الآن جينا في البلد ده بقت إنجليزي وعربي. وأسمع من هنا ومن هنا قال لك تقرأ إيش لغة كذا كذا كذا. طيب والشخص ما قادر حتى يتكلم معاهم اللغة حقه ولا اللغة الإنجليزي. فلغته هو ما يعرف ذاته، هو ذاته ما يعرف. عاش في المهجر في محل كذا 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 كلمتين بيعرف. فهمتني؟ خربطة ولا جنيت تلخبطه ولا جنيت. لا بقى من العربي ولا بقى من لغة الأم. والمهم كل هدفهم بقى في الإنجليزي. والآن تسمع العجب العجاب. أنت كمان تقول شفت الأشياء دي. الأم تتكلم مع الولد باللغة العربية وهو يتكلم معاه بالإنجليزي. تمام. عاوز تعلمه لغتك حسن، كيف هتعلمه؟ وريني كده.
الأب يتكلم معاه باللغة العربية لا فاهمه ولا فاهمه، والولد يتكلم بالإنجليزي. يبقى مسؤوليتنا عظيمة كبيرة جدا. المشكلة يا بابا، الناس أول حاجة إيش عايزة؟ ما هو الهدف؟ وضح الهدف، وضح لي الهدف حقك ما هو. الولد ده بس عشان يتكلم هو، ولا يعني في أشياء تانية؟ اللغة العربية مرتبطة بدينه. وبعدين كل الناس ما قالت فلان ولا فلان. في السودان كانوا يتكلموا اللغة العربية، في السعودية بيتكلموا باللغة العربية. يا دوب أنت الآن لما جيت هنا في البلد ده، قال اللغة العربية في الشارع ما يسمعها ولا في البيت يسمعها، رفعت شعار لغة الأم. هذا الضياع، قاعد نضيع نفسنا، ضيعنا الثورة وضيعنا ديننا وضيعنا أمتنا، والآن حنضيع آخر معقل هو اللغة العربية التي كنا نتمنى أن تجمعنا. يا ريت قومي يعلمون لو لساننا بقى واحد، الحمد لله رب العالمين. بس الناس اجتهدت في اللغة العربية ذاته عشان تخرج من الأشياء اللي ما نافعة دي، فالولد يكون عنده لغة عربية، لغة عالمية ولغة ديني، ويكون عنده اللغة الإنجليزية لغة بلده برضو، واللغة وطنية. نعم، ولغة وطنية حقه، فيتمتع بلغتين كبيرتين. لكن انت الان والله العظيم انا ما يعرف، انا عرفت تقري. قال لي واحد ولدي، واحد ساله قال له تتكلم عربي؟ قال له ما اعرف عربي. انا تعال تقري. طيب واحد قال اتكلم معه تقري كلمتين، قال اي دونت نو، قال ما اعرف. فواصلين الى المرحله دي. نعم. فنحن شيخنا عبر قناتكم هذه ركزوا لنا على ان الناس ما تضيع فرصتين. ما في يا بابا في الأسنيات سقني ركبة اللبلب. والله فرصتين ما في. أحسن لكم الناس تنتبه. ما هو هدفك؟ إيش هو هدفي؟ الغاية، الهدف هذا إذا ما عملنا ما ننفع. يعني التمسك باللغة العربية ما ننفع يا واجب وطني، واجب ديني، واجب أخلاقي، واجب حضاري كمان يعني. أيوة. نعم. نحن لا نقول نحن بس لنفسنا، لديننا، لأمتنا. ما في حاجة تجمعنا إلا الدين ده. الدين ده عشان نفهمه لابد أن نتعلم له اللغة العربية، ونحن يعني ناسها وأهلها لأن تعبنا فيها. بدل ما يجي يقول لنا الواحد أنت تتكلم اللغة العربية كذا وريني، بدل ما يقول لك أعلم أنا أبنائي لغة عربية، أمشي بهم مناطق الدول العربية، يعني أعلمهم القرآن. أنت عارف الآن نحن أضعف ناس من يعلم أبنائهم، أضعف ناس. أنا يا اللغة العربية في أستراليا أليس كذلك؟ درست في مصر دروس الخصوصية لغة عربية لكل 9 سنوات. كان تلاميذتي صوماليين، ما رأيت تلميذا واحدا إريتريا. سبحان الله. اتخيل أنت. وفي أستراليا؟ وفي أستراليا ربك يسترها. الآن أنت تدرس اللغة العربية. هل عندك طلاب إريتريين؟ أسرتين بس وهذا خلاص، لأنه الناس الثانيين عندهم أظن مكتفين صوماليين وكذا ما شايف. والغالبية طلابك من وين؟ أنا الآن عندي مدرسة سودانية كده، يوم حصة عندي فيها، وحصة عندي في المدرسة اليتيمة حقنا دي، ذاكرتون اسمها، لكنها الآن كأنها تتآكل ما شايفة يعني شغالة. لكن أنا قاعد أقريهم الأولاد حقي ماسكهم، بس قاعد أقريهم قرآن كل شيء. الحمد لله وجزاك الله خير. ولكن عبرك نحن نهيب بالأسر الإريترية أينما وجدت، بالذات الموجودين في الخارج. ناس الداخل ديل ممسكين بزمام المبادرة ولن يتنازلوا عنها. نحييهم من هنا، ولهم طريقتهم في التمسك باللغة العربية، وهذه يعني ليس كلام زول بعيد. نحن عشنا في البلد بفضل الله وعارفين الواقع كيف. ناس الداخل متمسكين.
ناس الخارج عليكم مسؤولية عظمى أيها الناس، أيها الأسر، تحدثوا مع أبنائكم باللغة العربية حتى يتمسكوا بهذه اللغة اللي هي اللغة الجامعة، لغة وطنية، لغة دينية، لغة علمية، لغة ثقافية وحضارية، ولغة القرآن يكفي أنها لغة القرآن الكريم. أنا سعدت بلقائنا معك شيخنا صالح محمد مندر. تفضل لو عندك كلمة. أضيف أستاذ، أيوة أضيف أستاذ أحمد الله يجزيك الخير. بارك الله فيك. حاجة بسيطة، نحن الآن يجب علينا أن نشعر أولا بالمسؤولية التي على عاتقنا. الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن أبنائنا، وأيضا سيسألنا سبحانه وتعالى عن وطننا. عندنا أبناءنا وإخواننا دخلوا في السجون، دخلوا إلى وطنهم العزيز لكي يعلموا أبناء جلدتهم، ولكن هذا المجرم أدخلهم في السجون بلا محاكمات ولا ما. فإلى أين؟ وهذه مجموعات كبيرة ومدة طويلة، يعني تتراوح 27 28 عام. معلمين مخرجين. نعم. من حيعلم الأجيال؟ نعم. هو قاصد عملها، هو قاصد أن يطمس، ونحن نقول له يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، صدق الله العظيم. إن شاء الله سنكون يعني شوكة حوت في حلقك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسوف ننتزع حقوقنا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله مولانا ولا مولى لكم، وهو ناصرنا ولا ناصر لكم. الذي يقوله لبني جلدتي أن يتمسكوا، أن يقووا، ما ينفعش أنا علمته أنا كده، لا بد أن أعلم ابني اللغة العربية وأن أدفع كما أدفعه إلى اللغة الإنجليزية. نعم. يجب أن يكون طلقا قارئا كاتبا، أن ندفعه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة صراع ديني. بارك الله فيك شيخنا العزيز. بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. آمين. أعزائنا المشاهدين من قناة سلام الإعلامية، هذا أحمد شريف يحييكم في الحلقة الثانية من برنامج مع اللغة العربية، وكان ضيفنا وضيفكم هو الأستاذ المربي الجليل الأستاذ صالح محمد مندر. سعدنا بلقائك، وإن شاء الله ما آخر لقاء، نلتقيك إن شاء الله دائما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.